يحكى أن مملكة في قديم الزمان قيض لها فارس ليس كالفرسان، أوتي ما لم يؤته الجان، سجن ملكه ومن معه وقال: أنا الحاكم والحكم والسجان. نقل بخاتمه جزيرتين من مكان إلى مكان، أخفى العسكر بالعسكر فخلت الساحة من الغربان. قال للدينار اهبط فكان، أمر بالغلاء فصار كالغليان بمستوى ممالك المرجان. ولم تعد ديار العز لناسها فأمست بيوت العوز والحرمان. وبعد أن تبين حق البيان لبطل السلم والميدان أن الفقر هو الإنسان، قضى عليه ليريحه ويريح منه مملكة العوز والحرمان. إلى العناوين. السيسي زعلان من الشعب والهاشتاج. الفوزان إلى السجن والعريفي يبكي القرود. بعد قولوا القطر قولوا الإيران في نيويورك. إثيوبيا تريد تعلم العربية لتعليمنا الإسلام. كهرباء لبنان مقطوعة إلا من البيض. يثق بأبناء حفتر لأنهم ينادونه يا عم. العالم لم ينتهي وجواد يتلقى اللعنات. عارفين أمة العوز؟ أمة الفقر دخلونا فيها، ولما اجي اخرج بيكم منها يقول لك هاشتاج ارحل يا سيسي. لما هاجي عايز اخرجكم من العوز واخليكم امه ذات شأن بفضل الله سبحانه وتعالى تعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي. ازعل ولا ما ازعلش؟ فدي ازعل. معك حق تزعل فخامة الرئيس. بحثنا حول هذه الحالة في جوجل فوجدنا أنه بمجرد أن تخطئ ينسى الجميع أنك كنت رائعا يوما ما. سألنا وين الوفا يا أهل الوفا فردوا داوي الجفا بالجفا أهل الوفا ماتوا. لكن إذا طعنك شعبك بخناجر لسانه فلا تطعنه بنفس الخنجر ما دام بإمكانك قتله بسيف ابتسامتك. لكن برضو الحق عليك يا ريس، ألست أنت من قال لهم قولوا ارحل فأرحل؟ قسما بالله العظيم، قسما بالله العظيم، قسما بالله العظيم، لو المصريين ما عايزين ما هقعد ثانية في المكان ده. ارحل 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 ارحل. هذا كلام بيتقال فخامتك؟ خلاص ارفع سعر البنزين وبالمرة نتخلص من ظاهرة الكيكي المستفزة بقافيتها كيكي. خليكم معاها هي. انت عارف لو معايا قاعدين انتوا تركبوا العربيات وكيكي وكيكي. يا المهندس طارق زود البنزين ما تقلقش. ايه يا سيدي بيقول لك احنا بنعمل كيكي. طب خلاص اعمل كيكي. ها في أحلى من الضحك؟ إرضاء الناس غاية لا تدرك. يقولون ارحل، يرفضون النعمة، نعمة محاربة الإرهاب. اللي اتعمل واللي هيتعمل انا والله العظيم رضيته بيه او ما رضيتوش بيه انا هقابل بيه ربنا، وارجو ان هو يقبله مني. كل يوم والله ما بنام، والله ما بنام، عايش في رعب. عزيزي المواطن، سواء كنت تعبان في عيشتك او مستريح، ناكل منين؟ اعمل ايه؟ اذا كان بيت حضرتك من ازاز فما فيش داعي تحدف السيسي بالطوب. اعيش منين؟ ما عنديش حاجه بها، ما عنديش، مش قادر، صاحب مرض وتعبان. وعايز اقول لحضرتك السيسي اللي مش عاجبك دلوقتي كنت بتبوس رجليه عشان يبقى رئيسك. كرامه بتتفقد كل يوم عن يوم، بقى ما فيش كرامه، ما بنامش، عايش في رعب. وشوف انت بقى تعيش من غير شرف ولا كرامه، ولا تعيش من غير كهرباء
ولحمة وجوزة، تعيش وتموت راجل ولا تقضيها شعب يخاف ما يختشيش؟ انا بطلب من ربنا الموت، بطلب من ربنا الموت. يرحمني، يرحمني بدل الذل اللي انا فيه، بدل ما اتذل اكتر من كده، اكتر من كده، اكتر من كده. لأن عمليات اعتقالهم متسارعة، أصبح من الأسهل أن نسأل عمن بقي منهم خارج السجن. علماء السعودية. الداعية عبد العزيز الفوزان انضم إلى القائمة واعتقل على خلفية تغريدة رفض فيها قمع الدعاة وحذر من مشايخ التطبيل. شيخ عبد العزيز، ألم تسمع بنبأ التحضير لاعتقالك قبل شهور من أبو ظبي؟ عندما أخبر يخبر فهو مخبر وسيم يوسف مهاتفه على الهواء بأنك لن تبقى في دارك. من عاديت؟ أعطني واحد عاديته خارج السجن الحين. الفوزان. انتظر. وعبد العزيز الفوزان مثلا الذي قال عني منافق وقال عني يمول من حملات خارجية من بني صهيون وما أعرف إيه، نقول لهم انتظر، ارتقب، انتظر، الأيام بيننا. في هذا الوقت عبر الشيخ محمد العريفي في تويتر عن ألمه الشديد لتكرار حالات تمزق العائلات عند القرود، ونشر صورة قردة تحمل بلوعة صغيرها النافق، وطلب العريفي من جمهوره التعليق بعبارة معبرة. شتان بين نصرة الأسود والبكاء على القرود. منيح التعليق. جاء لينتقد قطر فاجتاح في طريقه الإمارات فقط من أجل الإساءة لمونديال 2022. لدينا مناطق يعني على مرتفعات الجبال أكثر من 2000 كيلومتر عن سطح البحر، ولدينا مناطق منخفضة، وبالتالي الطقس ليس يعني ثابت في المملكة، بالإضافة إلى المساحة الكبيرة والبنية التحتية. باقي دول الخليج أنا لا أعتقد لديها المساحة الكافية لاستضافة بطولة بحجم كأس العالم. والله يا أستاذ عبد الرحمن سيختلف معك الإمارات حتى وليس قطر في ذلك. لماذا لا تفرحون بمونديال قطر وهو سيكتب بحروف عربية؟ ألم يفرح كل العرب للسعودية عندما استضافت بطولة الليخة والتريكس والترنيب وال400 بطولة البالوت؟ أنا لدي إحساس غريب أتمنى أن يكون حقيقي. لن يكون هناك في الدوحة عام 22 بطولة لكأس العالم. نقطة السطر. نفس الأستاذ أحس هذا الأسبوع بأن الرئيس الأمريكي سوف يؤدب إيران. إيران ستتأدب قريبا، والرئاسة الأمريكية أعتقد أنها الآن توجهت بالاتجاه الصحيح بعد أن ساهمت القيادة السعودية بفضل الله سبحانه وتعالى من سيد خادم الحرمين الشريفين وزيارة سمو ولي العهد محمد بن سلمان إلى واشنطن، عدلت في زوايا الطاولة، وضعت الاستراتيجية الأمريكية الخارجية بالاتجاه الصحيح. لكن إحساس الرئيس ترامب كان مختلفا، فهو عبر عن شعور يخالجه بأن الإيرانيين سيوافقون على دعوته لهم بالجلوس معه بدون شروط وفي أي وقت يريدون. I hope it works out well with Iran. They're having a lot of difficulty right now. I hope it works out well. And I have a feeling they'll be talking to us pretty soon. ليس لدي شروط مسبقة، وإن أراد الإيرانيون اللقاء فأنا جاهز في أي وقت يناسبهم. لكن الجنرال الإيراني قاسم سليماني يهدد ترامب ويطلب منه أن يتحداه بدل تحدي روحاني. آقای ترامپ قمارباز، من به شما میگویم مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم. الآن سليماني ربما يعتقد بأن ترامب سمع تهديده فتراجع. لماذا لا يسمع ترامب لفهد الشليمي؟ نحن نعرف الإيرانيين، نعرف الإيرانيين أكثر من أنفسهم، نعرفهم مضبوط. هو يريد أن يصعد لكي يجعل العالم يخاف. وفي نهاية المطاف يتبنى إعلام السعودية قناعة تقول إن المملكة ومن معها لن يدافعوا عن الغرب نيابة عنه. هذا كلام. تهديدات ميليشيا الحوثي الإرهابية للملاحة في البحر الأحمر مستمرة، وميناء الحديدة منطلقا لها، وعليه فلا يمكن أن تقوم المملكة وشقيقاتها كالإمارات والبحرين بالدفاع عن المصالح الدولية نيابة عن أصحابها.
بعد قولوا القطر قولوا الإيران يرددها في مجلس الأمن مندوب السعودية عبد الله المعلمي. قولوا لإيران كفى حتى لا تتنامى جذوة الإرهاب والعنف في المنطقة. والله يا قائد مجلس الأمن الدولي اعتمد عليكم بأن تنقلوا المعركة إلى داخل إيران. لن ننتظر حتى تصبح المعركة في السعودية، بل سوف نعمل لكي تكون معركة لديهم في إيران وليس في السعودية. موقع إسرائيل بالعربية ينشر فيديو يقول فيه إن منطقة خيبر كانت يهودية، وإن المدينة المنورة كانت محكومة من قبل قبائل يهودية متنفذة. هل هناك من سيقول إن لليهود الحق في العيش بسلام على أرضهم في خيبر كما قالوا عن عيشهم في فلسطين عندما طالب الفلسطينيون بحق العودة؟ سينادئون على دو بازار الأرض المحتل ويعود ليكمل صخرته في نادي أشراف الدولة. رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد لا يريد من الإمارات أن تعلمه الإسلام بل اللغة العربية ليعود بدوره إليها ويعلمها الإسلام. كشيخ محمد بن زايد قار سنوي إثيوبيا وسط يسلمنا انستيتيوت مكفت الناس بالن من تاغزنا لالكوت ብዙ እናግዛችኋለን ምን ትፈልጋላችሁ ማስተማርም እናስባለን አለኝ። አይ እንድታስተምሩን አንፈልግም እናንተ ዲን ጠፍቶባችኋል ያሰብን ያለነው ቶሎ ቶሎ ብለን አረብኛውን ተምረን እናንተን አስተምረን ለመመለስ ነው አልኩት። لكن هل يقصد سيد آبي الإماراتيين فقط أم العرب عموما؟ وهل تعتقد سيد آبي أنك كرئيس وزراء لإثيوبيا صديقة إسرائيل مناسب للعب هذا الدور؟ وقبل شهرين كان الرئيس الإسرائيلي راؤوفين ريفلين في ضيافتكم يطور التعاون الثنائي معكم. التطبيع مع إسرائيل الذي يتسلل إلى الدوحة لم ينسي الطالب القطري خالد الحمادي قضية فلسطين أثناء تخرجه في بريطانيا بمرتبة الشرف الأولى. أيضا طالب سعودي وخلال أولمبياد الكيمياء فضل الجغرافيا على الوهم واستبدل الوقوف إلى جانب الطالب الإسرائيلي بالإيراني. من يحمي الفلسطينيين في الخليل من مستوطنين يهود متدينين يعتبرون أن كل ما بفلسطين ملك لهم. זה בית שלי בו. למה תעבור לגג שלי? אתה רק חושב שאתה שלי, אבל כל המדינה הזאת ארץ ישראל. לא, זה בו, בעברון לא ישראל, זה בו פלסטין בו. אני עברתי שם, אתם עברתם לבית שלי. إسرائيل النووية تخاف من ريشتين، فاعتقلت رسامين إيطاليين أثناء رسمهما جدارية عهد التميمي تزامنا مع تحررها من الاعتقال. وجبينك عال في القمة يشحذ فينا كل الهمة أشعلت نورا في العتمة. إمام مسجد في مخيم الرشيدية جنوب لبنان يلقي خطبتي الجمعة بدقيقتين، أما موضوع الخطبة ف20 ثانية وأقم الصلاة. المخيم مش الأمان، السبب الخيانة وضعف الإيمان وقيادة مش عارفة تطب شوية زعران. الحل بدنا رجال تحكم مش نسوان وأقم الصلاة. إذا كان توماس إديسون قد اخترع الكهرباء فإن حكومات لبنان المتعاقبة قد اخترعت قطع الكهرباء، لكن الصدمة أن شركة الكهرباء تحولت إلى مزرعة سرية لتربية الدواجن. دجاج في بيوت خشبية مرصوفة فوق بعضها، غلة البيض موجودة في مكان مخصص لها، صيصان ولدت في كنف الموظفين، ولا تغيب عن المشهد الصادم طيور الفري مع وجبات التغذية المناسبة والإضاءة المطلوبة. والملاحظ أن الدجاج يحظى بامتياز يحلم به المواطن، فالكهرباء مؤمنة له 24 على 24.
شكاوى بعض نخب دول الحصار تخرج إلى العلن من تدني هامش الحرية في إعلامهم. الذي ينقصنا هو هامش الحرية لهذه المنابر الإعلامية. هامش الحرية متدني جدا جدا. إذا تعطى الحرية سنخلق جزيرة 20 جزيرة و30 جزيرة. موضر هو وليس نحن. هو يعتبر أن منح الحرية لمؤسسة إعلامية يجعلها تصبح كالجزيرة. عميل قطري. وهذا أكاديمي آخر يحبط بربع دقيقة كل فتوحات القحطاني في تويتر. ينبغي أن يتنبه المسؤول أن المؤسسة الإعلامية التقليدية لا تزال هي رأس الحربة في المواجهة، وليس تويتر أو وسائل التواصل الاجتماعي أو التوافه من حقين وسائل التواصل الاجتماعي. كاتب إماراتي يستعين بالشمس والأمطار وتبدل الفصول وحركة الكواكب لشرح أزمة اقتصاد دبي. بما أن دبي جزء من الاقتصاد العالمي بموقعها الجغرافي واللوجستي، فبالتالي إذا كانت هناك أمطار في مكان ما، المناطق المتعلقة بالأمطار تتأثر بالأمطار، والعكس صحيح إذا كانت مشمسة الشمس تأثر وتؤثر. فبالتالي دبي إذا كان في إحدى الوديان الأفريقية وما عنده خبر عنها ما يكون عنده أي تأثرات. صبح على أبو ظبي ب5%. هكذا علقوا على دعوة المستشار عبد الخالق عبد الله إلى فرض ضرائب جديدة على أغنياء الإمارات لدعم الدولة المرتاحة اقتصاديا على علمنا. البلدية تاخذ، الإدارة الاقتصادية تاخذ، وزارة الاقتصاد تاخذ، وكل يوم يطلعون لنا حد ياخذ جديد. والله العظيم اني اضطريت ابيع واحدة من الشركات اللي عندي، يعني من المؤسسات اللي عندي، والله العظيم اني بعتها. ونصل إلى فقرة ضاحي شو. يتهم الأتراك دون إبراز أي وثيقة بأنهم يصفون أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالروافض الملعونين. لمساعدته نقدم له وثيقة متلفزة تتهم الفكر الوهابي بأنه ملهم داعش، لكن المتهم ليس الأتراك بل رئيس مؤسسة طابة أبو ظبي علي الجفري. يعني خلونا نتكلم بوضوح، كتاب العقيدة الذي يدرس في داعش هو كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. ضاحي اكتشف أن سبب خسوف القمر تصرفات القطريين تجاه الأمة العربية. العربية صديق. نذكر بأن ضاحي لم يبرز بعد وثيقة ملكية عائلته أرض قناة الجزيرة كما يدعي، مع تنامي شائعات انتسابه إلى ولاية البنجاب الكريمة في الهند تحت اسم داهي خان. ضاحي يتهم قطر بالتآمر على الكويت وعمان، فماذا يخدم روايته من أرشيف عمان؟ صرح مصدر أمني مسؤول أنه بمشيئة الله وتوفيقه وجهود المخلصين من أبناء هذا الوطن تمكنت الأجهزة الأمنية من اكتشاف شبكة تجسس تابعة لجهاز أمن الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مستهدفة نظام الحكم في عمان وآلية العمل الحكومي والعسكري فيها. ماذا ينقص اليمن اليوم؟ الحناء والإمارات لها، والهلال الأحمر الإماراتي ينظم مسابقة الحناء في أبين، حيث نقشت رموز إماراتية على جلود الطفلات. بعد ثلاجة السيسي الخالدة، ثلاجة مصرية أخرى تظهر إلى العلن وتكشف عنها النائب الكويتي السيدة صفاء الهاشم، وهي ثلاجة تسهل إجراءات الطلبة الكويتيين. في ناس أشوفها بالمجلس تهم عندنا وبالأخير محصل على شهادة من جامعة في مصر مشبوهة عليها مليون علامة استفهام. جامعات عمري ما سمعت فيها، جامعات في يوم من الأيام أحد رؤسائها طلب مني ثلاجة مقابل أنه يسهل عمل الطلبة. قائد القوة الجوية في قوات حفتر في ليبيا يثق ثقة عمياء بأبناء حفتر فيرسلهم إلى الخارج بالأموال ليشتروا الأسلحة. أما مصدر الثقة العمياء بأمانتهم وأخلاقهم فهو أنهم حفظهم الله ينادونه بعمي، عمو صقر. هم أبناء رجال محترمين، رجال شجعان،
ويمتازوا بالاخلاق، ومن ضمن انا ما يندهلش الا يا عمي صقر، نظرا لفرق السن ونظرا لسني مقاربه من ولدهم. مثلا نشتري سلاح من دوله معينه، من نبعث أولى من نبعث ابنه، لأن ابنه لن يسرق هذه النقود وسوف يأتي بها ويأتي بالسلاح. عواصم القرار العالمي أصبحت 3: واشنطن، موسكو، والرجمة. نعم، الرجمة، مقر حفتر شرق بنغازي. والخبر السعيد زفه متحدث قوات حفتر أحمد المسماري. بدأت تتهاوى كتل ومنظمات ودول عالمية على الرجمة. الآن الرجمة تعادل واشنطن، الرجمة تعادل موسكو. هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية التي يقف فيها الفنان جلول الجلاصي على المسرح في تونس ليحيي الرئيس المخلوع بن علي. تحية نقولها يعني من غير تكلف ولا هزان قفة ولا كذا، تحية للرئيس السابق اللي كان يحب نحن الفنانين ويقدرنا. زين العابدين. نسرين العماري نائب جديد في برلمان تونس كانت ستضع الحجاب على رأسها أثناء القسم، لكن زميلين نهياها فامتثلت. عن دائرة الكاف، وهي أستاذة تربية بدنية. أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص. عندما تستقلون قطارا تأكدوا من وجود السائق فيه، فربما يترككم وينزل منه والقطار يسير كما حصل في تونس، فطلب الركاب نجدة الشرطة. وفق البلاغ فإنه تبين مبدئيا تعمد نزول سائق القطار دون اتخاذه للإجراءات التقنية اللازمة لإيقاف القطار نهائيا. لماذا نزل القبطان من القطار قبل إيقافه؟ هذا جواب مقترح من الكاريكاتير. الإنسان الروبوت والكلب الروبوت، جديد بوستون داينامكس التي تواصل إبهار العالم بابتكاراتها. الرد العربي أتى صاعقا من تونس، فبإشراف وزير الصناعة وبحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والمستقلين وجمع غفير من المواطنين تم افتتاح مصنع لتقشير البذورات والمكسرات. يوم الجمعة الماضي مر بهدوء ولم ينتهي العالم، وانهال البعض باللعنات على جواد إبراهيم بناء على إلحاحه. فلماذا طلب من الناس أن يلعنوه؟ فإذا تأخر الزلزال العالمي عن فجر 22/7/2018 ميلادي ساعة واحدة فقط وحدث عند الصباح، قولوا عني بلا شرف والعنوني. ختاما سأل فتى أباه الحكيم بماذا يختلف الاختلاف عن الخلاف، فأجاب: انظر إلي أنا وأمك، لو لم نختلف ذكرا وأنثى لما خلفناك، ولو اختلفنا خلافا وليس اختلافا لما تزوجنا وخلفناك. أنت تحب أكل التفاح وأنا أفضل العنب، وكلانا على صواب. إن المطر في بلادنا يعني يوما رائعا ملؤه الفرح، لكنه في بلاد أخرى يعني يوما كئيبا طقسه سيء. والخلاصة ما تراه جميلا قد يراه غيرك قبيحا، وقد لا يهتم به آخرون. المهم أن يتوحد الناس على القانون، أما مذاهبنا فستختلف، وطبيعي أن تختلف. إلى اللقاء. Oh